عندما أتت الأوامر الإسرائيلية إلى بعض الناس، تحركت هذه القافلة التي تسمى قافلة الصمود بأوامر إسرائيلية. وتعالوا نوضح الصورة واحدة بواحدة كده، نسأل شوية أسئلة بسيطة جدا. معظم الناس اللي جايين من دول ليها علاقات تصنيع مشترك مع إسرائيل، لدرجة أن هذه الدول العربية تستورد المركبة، وكان بالأولى من شعوب هذه الدول بالضغط على حكومتها لمنع التصنيع العسكري والمناورات العسكرية مع إسرائيل، لكنها لم تفعل هذا. ده أول سؤال، ليه مضغطوش على حكومتكم؟ رقم 2، إيه الهدف من وراء هذه القافلة؟ ماذا سوف تفعل؟ لو أي حد متصور إن قافلة هتيجي تقعد على معبر رفح تلوح بالأعلام هيفكوا الحصار، ده عبط، مش هيحصل. وما ايه الهدف؟ الهدف ببساطة قدوم ناس إلى مصر، ثم هيحصل حاجتين. الحاجة الأولانية، الناس دي هتروح فعلا للمعبر، وبالتالي إسرائيل هتتصدى ليهم، وبالتالي هيتقال قولا واحدا: يا جماعة الحدود غير آمنة، وإن مصر لا تستطيع أن تؤمن حدودنا، وإحنا من حقنا نأمن حدودنا، والعرب كلهم جايين يهاجمونا، فإحنا هنأمن حدودنا، وده ضغط كبير عليك. طيب الحاجة التانية، إن هذه القافلة لا تعبر، وبالتالي هيتم القول ان مصر لا، دي مصر بتدعم اسرائيل، غير الحقيقه تماما. الغرض الرئيسي من هؤلاء اللي متحركين باوامر اسرائيليه وبخطه اسرائيليه هي الضغط على مصر من اجل فتح معبر رفح. طب فتح معبر رفح ليه؟ من اجل تهجير الفلسطينيين. دي الخطه اللي موضوعه. انت مش عايز تفتح معبر ومتخانق مع امريكا وعندك مشاكل معاها، خلاص نبعت لك ناس كذا مرة، نعمل لك مشاكل، نسوق سمعتك، فنضغط عليك تفتح المعبر. يتم الهجرة بمنتهى البساطة، يتم الهجرة من غزة إلى مصر، وهذا ما تريد إسرائيل. من الآخر، هذه القافلة ليس لها أي هدف قابل للتحقيق سوى الحاجتين دول: إعطاء إسرائيل مبرر إن هي تقول إن حدودنا مش متأمنة وتتدخل، أو الضغط على مصر من أجل فتح معبر رفح، من أجل تهجير الفلسطينيين. إلى إمتى الإعلام المضلل، وإلى إمتى القنوات المضللة بتعكس الحقيقة، بتجيب حقيقة وتلويها عشان تطلع الحاجات مش صحيحة؟ إلى إمتى الناس اللي هم أصلا بيدعموا إسرائيل في التصنيع العسكري، إحنا ما بنتكلمش على السياسة، على الاقتصادي، بنتكلم على التصنيع العسكري، بيتم تحريكهم من بلدانهم التي تؤيد وبشكل قوي التصنيع العسكري مع إسرائيل عشان يجوا يضغطوا على مصر؟ أخيرا، جميع الدول اللي عماله تتكلم وتقول لك احنا كنتوا فين وانتوا فين ودوركم فين؟ انت بلدك عملت ايه عشان تتكلم؟